فضيحة علني وافتراء من إحدى إعلاميين نادي الزمالك، والكابتن مجدي عبد الغني مستضيفه عشان خاطر يفتري على النادي الأهلي. تعال نسمع كده قال إيه، وهجيب لكم فيديو تاني هيكذب لك الكلام اللي هو قاله الإعلامي الزملكاوي ده. أنا مش عارف اسمه جبالي ولا اسمه إيه، بس تعال نسمع كده قال إيه. انا بطالب الدكتور اشرف صبحي بالتحقق والتحقيق منها لمحاسبه المسؤولين، اللي هي انا بعتبرها مسمار في نعش المنتخب والمسؤولين عن المنتخب واتحاد الكوره. يا استاذ رضوان، لما احنا طلعنا مع المنتخب، انا بعتبر ربنا يشفيه يا رب ويعافيه محمد الشناوي، واي لاعب اصيب اعتبر ان اصابه محمد الشناوي كانت كاشف عن هذا الفساد الاداري، الفساد الاداري الموجود داخل اتحاد الكوره. ولما سمعت الواقعه دي بالصوت والصوره عرفت احنا طلعنا ليه، وما زعلتش، قلت عليه العوض ومنه العوض، والناس كانها ما شافتش حاجه. تخيل يا كابتن مجدي، محمد ابو جبل يطلع بالصوت والصوره في احد البرامج يقول كلام يستحق اصلا محاكمه للاتحاد ومسؤولي منتخب، ولا حد كانه يضرب حاجه. يقول ايه بقى؟ أيوة. محمد ابو جبل يا استاذ رضوان، ومحدش خد باله، تصريحات مرت مرور الكرام، مفيش مشكله. يقول لك المفاوضات كانت معايا عباء من خلال اللاعب الفلاني كان اللي هو الوسيط. لاعب مين؟ كهربا كان الوسيط، هو اللي قال، مش انا، مش مصدر خاص، تصريحات. هقول لك بقى الافظع بقى. برنامج تلفزيوني. ايوه، برنامج مين؟ برنامج طلع، هو اول ما جه طلع في برنامج تلفزيوني. هقول لك، هديك او ابعت لك الفيديو. في السي بي سي؟ لا بيتهيألي في السي بي سي او مع ابراهيم، حاجه زي كده. احمد عبد الباسط. المهم يا كابتن، احمد عبد الباسط اللي بيقدم البرنامج. مع احمد، لان هو اول ما رجع طلع البرنامج عن افريقيا، كان بيتكلم عن افريقيا. تخيل ده. انا هقول لك الافظع بقى، ده الافظع مصيبه ما حدش خد باله منها يا استاذ رضوان. يقول لك ده انا فرحت جدا وابديت موافقتي وانا في المعسكر، وكان الوسيط كهربا، وانا مستغرب ازاي الاهلي تراجع عن الصفقه، لدرجه اسمع بقى ما يشجيك. اسمع ما يشجيك يا استاذ رضوان، لدرجه في مباراه الكونغو في كورنر علينا محمد هاني جالي كورنر وقال لي اعمل حسابك لما هنرجع هنتدرب مع بعض، انت معانا في التمرين يوم 6 فبراير. كان معاهم الولد في مباراه الكونغو اللي طلعنا منها، والناس اصلا مش عارفه ان ده منتخب مصر. انت عايز ايه تاني بعد اللي قاله لاعب؟ محدش اصلا فكر يعمل تحقيق في ده. محدش اصلا يا استاذ رضوان فكر يقول للراجل يا اتحاد الكوره تعالوا، ايه الراجل اللي بيقوله ده؟ مفاوضات من داخل المعسكر واعلانات ورئيس بعثه. لا، ما هو المعسكر كان ما رئيس بعثه. لا يا كابتن مجدي، لما لعيب في المنتخب يقول لك الكلام ده في برنامج، وتيجي انت تقول احنا خرجنا ليه؟ انت تعرف بيقول ايه يا استاذ رضوان في البرنامج؟ انا استغربت جدا. الراجل بيقول لك انا كنت فرحان جدا اني انا وافقت من خلال لما كهربا جالي وبتاع، وافقت بسرعه. هو موضوع كهربا ده انا متاكد منه، لان هو كهربا. عرفت ان انت منبوذ يا كابتن مجدي. طيب الكابتن ده او الاستاذ ده الجبالي ده، شوفوا قال ايه، وهجيب لك ابو جبل اللي هو بيقول عليه ان هو قال الكلام ده، هنشوفه قال ايه. ركز معايا في الفيديو، ولو انت مركزتش في كل كلمة اتقالت ارجع اسمع الحتة دي، وبعدين هسمعك ابو جبل قال ايه في الجزء ده او في الكلام اللي قال عليه الاستاذ ده. اسمع كده. هل تواصل النادي الاهلي مع محمد ابو جبل احمد عبد الباسط اهو؟ ما حصلش. لم يحدث ما حصلش خالص نهائيا اي تواصل بينه وما بين النادي الاهلي، لكن له كل الاحترام والتقدير. ولا زي ما هو بيقولوا اي فرد من اللعيبه، ولا اي فرد من بعثه المنتخب. برضو عشان نوضح، قيل ان المهندس الاستاذ خالد درندلي جاب لك عقد، وكهربا جاب لك عقد، والعقود كانت كتير يعني، فقيل هذا الكلام عشان نبقى بنوضح بالاسماء يعني. ما حصلش، لان عيب بجد. هي دي النقطه اللي انا طالعه اوضحها معاك. تمام. لان هي نقطه يعني دايما هي بتضايق انك افتراء او تشكك في، تخش في ذمم او يعني تقول كلام ما حصلش. هو ده اللي مضايقني، وما ينفعش قيمه وقامه زي باشمهندس خالد الدرندلي يعني يتقال عليه كده وهو بيمثل منتخب مصر. انا كمان ما ينفعش يتقال عليا كده وانا بمثل منتخب مصر. ازاي انا هبقى في منتخب مصر وهفكر في مصلحتي عامه، اللي هو ان انا اتفاوض او ان انا يجي لي عرض او لا، ده ما حصلش. لم يتم التواصل ما بيني وما بين اي فرد ولا اي حد من النادي الاهلي. ولو كان ده حصل كمان، يعني نادي البنك الاهلي اللي طلع فيه اصلا ما حدش كلمني، يعني لم يتم التواصل كمان من نادي البنك الاهلي. يعني المفاوضات كانت في القاهره ما بين الاهلي والبنك الاهلي، انت مالكش علاقه. بالظبط كده، ده اللي انا عرفته بعد ما رجعت. تمام. لان
سياده اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي، حصلت مكالمه بينه وبينه بعد ما رجع. ايه اللي حصل؟ انا سمعت اقاويل كثيره مش مفهومه فعايز افهم. قال لي ان الناس كلمونا في النادي الاهلي عايزينك، ادينا موافقه مبدئيه اللي هو احنا يعني تمام، ما عندناش مشكله، ما فيش اي رد، لكن ما تطرقناش لاي حاجه تاني، لا مضينا عقود ولا اي حاجه تاني حصلت، يعني حاجه كده زي جس نبض زي ما بيقولوا عندنا في الكوره. بالظبط. وانا كنت بتكلم مع مسؤول من النادي الاهلي قال لي احنا جسينا نبض الثلاثه، سواء نادي زد او نادي سيراميكا او نادي البنك الاهلي، وكنت بقول هذا الكلام امبارح. اذا ابو جبل لم يتواصل معه احد من النادي الاهلي، لم يوقع للنادي الاهلي في معسكر المنتخب قالوا اتبعت له PDF ومضى عليها وبعتها تاني، لم يحدث اطلاقا. ما حصلش، وعيب لما نخوض في زمن ناس وفي زمن اسماء كبيره بتمثل. كفايه كده يا ابو الصحاب، كفايه كده، انا وضحت لك كل حاجه وابو جبل وضح لك كل حاجه، وطلع الكلام اللي بيقوله الاخ كذب اهو. هو بيقول لك ان هو قال مع عبد الباسط، ده عبد الباسط وده صوت ابو جبل ودي المداخله، ومش هو صوت ولا صوره ولا حاجه. والاخ بيقول لك كانوا بيلعبوا كورنر وبيقول له تعالى التمرين، يعني انت كنت معاهم في الكورنر؟ كنت شايفهم؟ كان في صحفيين معاهم قاعدين في وسطهم بيقول لك ده بيلعب كورنر وبيقول لك تعالى التمرين معانا. يا جماعه احترموا عقول الناس بقى. ايه يا كابتن مجدي، عرفت انت منبوذ ليه؟ عرفت انت عايز تشتغل في قناه النادي الاهلي وانت جايب لي شويه ناس لا مؤاخذه يعني كدابين. ايوه كدابين والله، دي اخبار كذب ماهيش في يعني، حتى مش مفبركه، مش هنقول اخبار مفبركه، لا دي اخبار كذبه. يعني الفيديو قدامك اهو، الفيديو قدامك والله العظيم قدامك. يعني حاجه غريبه جدا جدا جدا. المهم ان احنا نهاجم النادي الاهلي، والمهم ان احنا نعمل مشكله للنادي الاهلي وبس. شكرا لكل الناس، اتمنى تعمل لايك للفيديو وتشيره في كل مكان، بنيه ان الناس دي تتفضح وان الناس دي تتعرف وان الناس دي يتاخد معاها اي حاجه ضدها. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.